نسبة الفيميه أو المخفي المسموح بها في كل الدول العربية. في ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمر، الناس كلها بتهتم بالتظليل والعزل الحراري. لو أنت في الكويت درجة الحرارة بتوصل ل 50 درجة والرطوبة بتوصل 80%، ومسموح لك بنسبة تعتيم 70%. لو أنت في الأردن الحرارة بتوصل 34 درجة والرطوبة بتوصل 43%، مسموح لك بنسبة تظليل 50%. لو أنت في الإمارات الحرارة بتوصل 44 درجة مع نسبة رطوبة بتوصل ل 100%، بيكون مسموح لك ب 50% تظليل. لو أنت في فلسطين الحرارة بتوصل 40 درجة والرطوبة بتوصل 77%، نسبة التظليل المسموحة 30%. لو أنت في مصر درجة الحرارة بتوصل ل 40 درجة والرطوبة بتوصل ل 90%، غرامة التظليل متوسط 300 جنيه عشان خاطري 30% بس. لو أنت في السودان الحرارة بتوصل 40 درجة ونسبة الرطوبة 71%، غرامة التظليل 15,000 جنيه سوداني. لو أنت في قطر درجة الحرارة بتوصل ل 48 درجة مع نسبة رطوبة بتوصل ل 60%، وبيكون مسموح لك بنسبة تظليل 20%. لو أنت في السعودية الحرارة بتوصل 45 درجة والرطوبة بتوصل 85%، بيكون مسموح لك بنسبة 30% تظليل. لو أنت في عمان الحرارة بتوصل ل 36% والرطوبة بتوصل ل 90%، مسموح لك نسبة تظليل 30%. لو أنت في المغرب الحرارة بتوصل 35 درجة والرطوبة بتوصل 70%، غرامة التظليل 300 درهم مغربي. لو أنت في اليمن الحرارة بتوصل 42 درجة والرطوبة بتوصل 48%، غرامة التظليل 700 ريال يمني. لو أنت في الجزائر الحرارة بتوصل 46 درجة والرطوبة بتوصل 70%، غرامة التظليل 3000 دينار جزائري. لو أنت في البحرين الحرارة بتوصل 40 درجة والرطوبة بتوصل 81%، مسموح لك نسبة تظليل 30%. لو أنت في تونس درجة الحرارة بتوصل 40 درجة والرطوبة بتوصل 40%، نسبة التظليل المسموحة 30% و40%. لو أنت في موريتانيا درجة الحرارة بتوصل ل 39 درجة والرطوبة بتوصل ل 70%، غرامة التظليل 6000 أوقية موريتانية. لو أنت في ليبيا درجة الحرارة بتوصل ل 37 درجة والرطوبة 48%، نسبة التظليل المسموح بيها 30% و40%. لو أنت في سوريا درجة الحرارة بتوصل ل 43 درجة والرطوبة بتوصل ل 80%، نسبة التظليل المسموحة 30%. لو أنت في العراق الحرارة بتوصل ل 50 درجة والرطوبة بتوصل ل 44%، نسبة التظليل المسموحة 30 و40 و50% بمبلغ مالي 2.5 مليون و3 مليون و5 مليون دينار. لو أنت في لبنان درجة الحرارة بتوصل ل 32 درجة والرطوبة 95%، غرامة التظليل 1.5 مليون ليرة لبنانية. وبس كده، سلام.